مرحبا، أنا سمر أيوب. تعتبر السندويشات من أكثر المأكولات المحبوبة حول العالم، لأنه فينا ناكلها على الفطور أو على الغداء وبوقت الشاي وأكيد على العشاء. لذلك في عنا سندويشة لكل لحظة بالنهار. عشان تكون سندويشتكم مثالية لازم انه تهتموا بأدق التفاصيل، بدءا من اختيار نوع الخبز وطريقة تقطيعه لاختيار الجبنة اللي رح نستخدمها، اللي بالنهاية اكيد رح تحسن مزاجنا. عشان اعطيكم فكرة اوضح، انا رح اشارككم تحضير 3 وصفات ولا اشهى لتحضير السندويشات باستخدام جبنة الإيدام من فريكو. من مميزات جبنة الإيدام من فريكو قوامها الطري وطعمها الغني اللي بيفتح الشهية، علما بأنها بتحتوي على أقل نسبة دهون مقارنة بعدة أنواع أخرى من الأجبان الطبيعية. تعود قصة هذا الطعم المثالي لجبنة الإيدام من فريكو للقرن ال14 عندما اكتشف مزارع هولندي هذه الوصفة السحرية وأسماها إيدام نسبة لبلدته، لتصبح بعد ذلك مكون أساسي بأشهى سندويشاتنا. وعشان انتو كمان تكتشفوا الطعم السحري لجبنة الإيدام من فريكو، تابعوني بالفيديوهات المقبلة عشان نحضر سوا أشهى الوصفات ونستمتع بأحلى اللحظات. مع السلامة.